السلام عليكم متابعي الكرام، أتمنى أن تكونوا في تمام الصحة والعافية، كاملين بخير وعلى خير. إذا هناك أخبار خطيرة للغاية. هذه الأخبار اللي كتقول أن النظام العسكري الجزائري قام بمنع فريق نهضة بركان الممثل ديال المغرب في بطولة كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. الفريق المغربي سيواجه اتحاد العاصمة الجزائري في إطار ذهاب وإياب مباراة كأس الاتحاد الإفريقي، مباراة بالجزائر وأخرى بالمغرب. ولكن ما تم الترويج له مؤخرا خطير للغاية مشاهدي الكرام، وهو ما أفادت به عدة وسائل، سواء الإعلام الجزائري أو أيضا الإعلام المغربي، وهو خبر منع السلطات الجزائرية لفريق نهضة بركان من ارتداء أقمصة الفريق، وذلك لأنها تحتوي على خريطة المغرب كاملة. بطبيعة الحال متابعي الكرام، أنتم تعرفون والكل يعرف العقدة الدفينة التي يكنها النظام العسكري الجزائري لكل ما هو مغربي، خاصة وإن تعلق الأمر بموضوع الصحراء المغربية التي كانت ولا زالت تؤرق مضجع النظام العسكري الجزائري. مصادر مقربة من فريق نهضة بركان اليوم الأحد نفت جملة وتفصيل هذه الأخبار، وأكدت المصادر على أن الفريق البرتقالي في تواصل دائم مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بكونه هو المخول الوحيد له باتخاذ مثل هكذا إجراءات من ترتيبات السفر وكذا تأمين بعثة الفريق المغربي إلى الجزائر. وفيما يلي مشاهدي الكرام، الخبر الذي نشر كالنار في الهشيم وسنقرأه أمامكم متابعي الكرام. ففي خطوة مثيرة للجدل وتنم عن تسييس كرة القدم، أصدرت السلطات الجزائرية قرارا بمنع دخول قميص نهضة بركان الرسمي إلى أراضيها أثناء المواجهة الكروية المرتقبة بين النادي المغربي وفريق اتحاد العاصمة يوم الأحد المقبل، وذلك لحساب دور النصف النهائي لكأس الاتحاد الإفريقي. ويعكس هذا القرار الذي اتخذته السلطات الجزائرية تضليلا وتلاعبا بروح الرياضة وتقديم الاعتبارات السياسية على القيم الرياضية، حيث يتم تجاوز حقوق الفرق الرياضية في اختيار ملابسها الرسمية والتعبير عن هويتها كذلك، ما يؤكد استخدام الرياضة لأغراض سياسية وتجاوز الحدود الرياضية لتصبح أداة للتحريض والتوجه السياسي. صراحة مشاهدي الكرام، نحن في القرن 21 ونحن في زمن سادت فيه التكنولوجيا، والفرق أصبحت تنتقل بكل أريحية من بلد لآخر إلا في هذه الدول المجاورة، وأقصد هنا الجزائر، حيث حتى إذا قلنا أن النظام العسكري الجزائري اتخذ مثل هكذا إجراء بمنع الفريق المغربي من ارتداء القميص الرسمي للفريق الذي يحمل علم المغرب ويحمل أيضا خريطة المغرب كاملة، فبإمكان الفريق المغربي في نظري تقديم احتجاج لدى الاتحاد الإفريقي، وسيكون منتصرا آنذاك. المغرب مشاهدي الكرام تحت القيادة الرشيدة للعاهل المغربي الملك محمد السادس دائما كان ولا زال، ففي آخر خطاب له مثلا قال العاهل المغربي الملك محمد السادس بأن الشر دائما لن يأتيكم من المغرب، فانظروا إلى أنفسكم أنتم، نحن نبادر للصلح وأنتم عليكم أن تتخذوا نفس الخطوة، ولكن هيهات هيهات. ولكن متابعي الكرام، على ما يبدو بأن المصدر المقرب من الفريق البرتقالي قد نفى هذه الأخبار جملة وتفصيلة. الفريق المغربي سيلعب بأقمصته الرسمية والتي تحمل خريطة المغرب وتحمل علم المغرب وتحمل، أعيد وأكرر، خريطة المغرب كاملة، في قلب العاصمة الجزائرية، لتكون هذه ضربة مفصلية لكل من تسول له نفسه المسافة أو المساسة بالوحدة الترابية للمغرب. وأي مساس بهذا الأمر يخول للفريق المغربي
تتبع جميع المصادر من أجل أخذ حقه، لأن هذا لأن هذا دخول السياسة في الرياضة، وهذا مخالف خلافا تاما لقوانين الاتحاد الإفريقي وكذلك لقوانين الفيفا. كما قلت، الفريق المغربي بإمكانه عدم السفر للجزائر بذريعة أن هذه تعد من اختصاصات الكاف وليس من اختصاصات النظام العسكري الجزائري. وصراحة مشاهدي الكرام، فريق نهضة بركان وكل الفرق المغربية تسافر يمينا وغربا شمالا وجنوبا ولا تتلقى مثل هذه المضايقات من أي بلد. فانظروا مثلا الوداد الرياضي كان قد لعب ضد فرق عديدة كمثلا الأهلي المصري، بيترو أتلتيكو الأنغولي، وأيضا نهضة بركان الذي واجه العام المنصرم فريق بيراميدس المصري ولم تحدث مثل هكذا مضايقات. وكذلك سلف بالذكر الجيش الملكي، وكذا أيضا الوداد الرياضي الذي واجه والرجاء الرياضي الذي واجه عدة فرق من جنوب الصحراء ولم تحدث مثل هذه المسائل. أنا أذكر صراحة قبل عامين من الآن كانت هناك مواجهة على ما أظن في دور نصف النهائي بين مولودية الجزائر أظن أو شبيبة القبائل ضد الوداد الرياضي، وكان آنذاك المدرب هو وليد الركراكي. في هذه المباراة حدثت مسائل لا يمكن أن يتخيلها إنسان، ومن ضمن هذه المسائل أن المسؤولين على هذه المباراة في الجزائر تعمدوا عدم رفع علم المغرب بجانب العلم الجزائري قبل أن تتدخل جميع مكونات الوداد الرياضي وتحتج على هذا القرار ليتم تلبية هذا المطلب ويرجع هؤلاء المسؤولين بخفي حنين. الأكيد مشاهدي الكرام أنه ستكون هناك استفزازات، وهذا مؤكد، سواء بالحافلة الفريق سواء بالفندق. وأنا صراحة أرى أنه أي استفزاز تعرض له الفريق المغربي يجب أن تكون هناك احتجاجات، يعني أن تكون هناك احتجاجات مع الكاف، والتي سيحاول كما قلت من خلالها النظام العسكري الجزائري أن يشوش، أو الاتحادية الجزائرية أن يشوش على اللاعبين وأن يشوش على إدارة الفريق ويدخل من خلالها السياسة بالرياضة. وبالتالي لابد من الحسم والردع في هذه القضية. وكما قلت فمصادر مقربة من الفريق البرتقالي نفت هذه الأخبار في انتظار التأكيد وفي انتظار ما ستؤول إليه الأيام المقبلة. ولكن الأكيد أن الفريق البركاني والفريق المغربي سيذهب إلى الجزائر وهو في جعبته أو بقميص مغربي فيه علم المغرب أولا وفيه خريطة المغرب، وأين سيلعبون في قلب العاصمة الجزائر. أترككم هنا مشاهدي الكرام إلى فيديو قادم.